لو انت مصري وفي السعوديه لازم تزور الحي ده، لان عمرك ما هتحس بالغربه خالص وانت في السعوديه، وبالذات في الحي ده. فاهلا بيكم في حي المنفوحه. عشان كده قررت اوريكم يوم كامل في حي المنفوحه. فلو انت مصري اصيل ووحشتك الزحمه والاجواء الشعبيه والاكلات الشعبيه، فلازم تروح الحي ده. حي المنفوحه من الاحياء القديمه اللي موجوده في السعوديه في الرياض، وطول ما انت بتتمشى في شوارع المنفوحه مش هتلاقي اكتر من المصريين في الحي ده. فيلا بينا نبدا يومنا بالفطار. اول حاجه رحت فرن العيش، جبت 4 رغيفه بريال. جبت العيش من الفرن اهو سخن مولع، ودلوقتي هطلع على مطعم الفول والطعميه علشان بقى ايه نجيب الفول والطعميه. طلعت على المطعم ده، والمطعم بيحسسك كانك في مصر بالظبط. جبت بريالين طعميه، 4 طعميات، وطبق فول ب6 ريال. طبعا الطعميه المصري لا يعلى عليها، محدش يعرف يقلدنا في الطعميه المصري. جربت بقى الفول اللي هو بالزيت الحار دوت، انا عايز اقول لكم ان كان طعمه عالمي. وطبعا البصل جنب الاكله ديت شيء اساسي. عملت ميكس بدنجان كده مع طعميه، وقمت واخد بقى في الفول اللي بالزيت الحار وودي على طول. وطبعا بقى نبلع المسائل بحته مخلل زي دي. وطبعا بعد اكله زي ديت كده لازم نحبس بكوبايه شاي نعناع. جماعه والله العظيم انا حاسس ان انا جيت من مصر على مصر، يعني المكان هنا كله مصريين. فضلت اتمشى في شوارع المنفوحه، وبعد كده رحت اتغديت كشري بقى عشان كان نفسي في الكشري قوي. وسعر الطبق اللي قدامكم دوت كان عامل 7 ريال بالظبط. بعد ما خلصت غدا بقى كشري، قمت رايح عند عصيره القصب، ضربت لي واحد قصب ب5 ريال، ولازم حاله بعد الاكله دي، وكان رز بلبن. وسعر الطبق دوت كان عامل 5 ريال. الرز بلبن طعمه حلو جدا، عجبني قوي قوي. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.